اليوم راح نعمل أقوى مقشر وماسك. أقوى مقشر وماسك راح نودع آثار الحبوب، نودع البقع الداكنة، بنزيل التجاعيد والخطوط، عناية مكثفة للوجه، نضارة وإشراقة وبياض 100%. الطريقة كلش سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت. ما عليك يا حبيبتي إلا تمشين بالخطوات تبعتي خطوة بخطوة. أول إشي حبيبتي هون أنا نقعت الأرز حبايبي، أخذت قبل يوم. هذا الرز حبايبي مو البسمتي، أي رز بس مش البسمتي. زين اللي نسوي فيه شلون أقولكم، الرز يكون هيك شوي حبايته مدورة بس مش البسمتي، لأن هاي النوعية بتكون فيها نشويات كثيرة. نقعيها قبل يوم كامل، حطيه بالثلاجة وحطي عليه مي وخليه يوم كامل بالثلاجة. بعدها حبيبتي شو راح نسوي؟ راح ناخذ من هذا الأرز. شو بنسوي له حبايبي؟ ناخذ من عنده ملعقة كبيرة من الأرز. طيب هاي الملعقة لأنها وسط، وراح هذه الكمية نضبها. راح نعمل فيها كمان ماسك، لا تكبيه، حطيه بالثلاجة ما عليه شي. راح نضيف كمان حبايبي زي ما انتم شايفين هون الأرز. راح ناخذ كيس واحد من الشاي الأخضر، أو ممكن تستعملين الشاي الأخضر إذا كان عندك مو هيك يعني. كمان أهم شيء يكون يعني شلون نقول حبايبي مطحون كثير كويس. إذا كان ما مطحون معاكي ممكن إنه الشاي وانت تحطيه على البشرة إنه يجرح البشرة. الشاي الأخضر حبايبي له فوائد لا تعد ولا تحصى للبشرة. بيقضي على التجاعيد، بيشد، بيصفي، بيعطي إشراقة ونضارة مو طبيعية. راح نعمل زيت الشاي الأخضر هذه اليومين وراح تنبهرين فيها. راح ناخذ كمان الخيار حبايبي رهيب كمان للبشرة. يعني استعملنا الخيار واستعملنا الأرز واستعملنا الشاي الأخضر، 3 مواد يعني الصراحة شلون نقول أقوى من بعض. رح ناخذ قطعة خيار هيك صغيرة وراح نقطعها هيك. طبعا هاي الطريقة تحت العين كثير كويسة كمان. شو بتعمل تحت العين؟ بتعمل حبايبي بتزيل الانتفاخ تحت العين والخطوط التجاعيد كمان، وكمان بنفس الوقت حبايبي بتزيل الهالات السوداء بشكل فظيع جدا جدا. شو راح نسوي هون؟ راح ناخذ قليل من الماء الورد، مقدار خلينا نقول ملعقة من الماء الورد. شو راح نعمل كمان حبايبي؟ بعد ما حطينا الماء الورد هذه ممكن ناخذ من الماء الأرز. احنا هنا مية الأرز ممكن نضيف كمان عشان ينخلط معانا كثير كويس. ضيفي لك ملعقة كبيرة من ماء الأرز، ما في أي مشكلة. ورح نخلطه بالخلاط وأرجع لكم نشوف شو رح يصير معانا بعد ما نخلطه ونسويه كريمي. وهون زي ما انتو شايفين حبايبي أنا خلطت كثير كويس. راح أعلمكم على طريقتين تعملوها، طريقة تحطوه الصبح على بشرتكم وطريقة تعملوها بالليل. يعني عفوا راح نستفاد منها ككريم ليلي للبشرة. زين ممكن تنامين فيه وممكن تحطيه قبل ما تنامين بساعة ساعتين. خليه ساعة ساعتين على وجهك، نصف ساعة وبعديها غسلي. شو راح أسوي هسه حبايبي؟ هاي الكمية طلعوه كثيرة مو قليلة. ممكن إذا صارت معاكي كمية كبيرة كمان ممكن تسويها قوالب ثلج وتضبيها بالثلاجة. أهم شي هون راح نصفي حبايبي من عنده كمية مقدار ملعقتين أكل نصفي من عنده. زين زي ما أنتم شايفين راح أصفي خلاصة الأرز والخيار. عفوا طريقة عمل هذا الكريم اللي راح نسويه ممكن يظل معاكي لمدة حبايبي أسبوع، لأنها المواد زي ما أنتم شايفين كلها مواد طبيعية، ما راح تظل أكثر. ممكن 8 أيام إذا الجو عندك بارد. زي ما أنتم شايفين أنا أخذت من عنده هذا ما راح نرميه، نخليه لأن احنا قلنا مقشر
زين حابين انه نقشر بيه بشرتنا. شو راح نسوي هسه حبايبي؟ راح نعمل كالآتي. هذه راح نسيبه هون، هذه الطريقة تطلعوا. هذا هو، ممكن تصفيه بعد أكثر إذا حبيتي، لأن هيك بيه حبيبات. المصفاة اللي أنا صفيت فيها مو كثير بتصفي 100%، بس أنا ما عندي مشكلة إذا ظلت الحبيبات على بشرتي، يعني ما راح تزعجني نهائيا حبايبي. شو راح أحط هسه معه؟ راح أحط حبايبي زيت اللوز. زيت اللوز حبايبي، زين. هذا عندي أنا زيت اللوز مشتريته الصراحة، بس ما حابة إنه أورجي هذه. شفته يعني الصراحة بألمانيا إنه كانت حتى مو غالي كثير، اشتريته. طلعوا حطوا تقريبا مقدار زيت اللوز الحلو، زين. وإذا متعودة تحطين زيت اللوز المر كمان ما في أي مشكلة. قديش؟ حطي مقدار ملعقة وسط من الزيت، زين. عندك فيتامين اي كمان، حطي فيتامين اي كمان ما في اي مشكلة. ضيفي فيتامين اي كمان كبسولتين من الفيتامين اي. انا عشان اخلط براحتي شو راح اسوي حبايبي؟ راح اجيبه واحطه هون واخلطه براحتي. شو راح اضيف حبايبي؟ راح اضيف جل الالوفيرا مقدار ملعقة كبيرة. هنا جل الالوفيرا استعملت جل الالوفيرا تبعت الصيدليات. ليش؟ عشان يصير معايا كريمي. طلعوا بسرعة يصير معاكي كريمي. طلعوا واخلط، زين. اي نوع عندك جل الالوفيرا استعملي. طيب ممكن تضيفين كمان حبيبتي اذا حبيتي. انا ضيف زيت اللوز الحلو وراح اضيف زيت اللبان. يعني اذا انت عندك زيت اللبان ضيفي زيت اللبان، ما عندك زيت اللبان ضيفي فيتامين اي، ضيفي اي زيت انت حابته. احنا الصراحة احنا مو عشان الزيت، احنا هون المواد اللي سويناها رائعة جدا جدا. يعني الزيت ممكن نختاره اختيار الزيت اللي احنا نحبه، زين. حتى لو بس زيت الزيتون كمان كويس. هذا هو زي ما انتم شايفين. هذا من عنده تحطين كل يوم قبل ما تنامين بعلبة هيك صغيرة، احتفظي فيه وبالثلاجة. ممكن حتى تحطيه الصبح بأي وقت انت حابته. طيب بالنسبة حبايبي هاي الكمية المتبقية شو رح نعمل لها؟ هاي الكمية المتبقية بنضيف عليها ملعقة حبايبي من النشا، ملعقة من النشا ونخلطه معها، زين. أو تضيفين ملعقة وسط من النشا، أو تضيفين ملعقة وسط من الحليب البودرة، زين. وشو بتسوين حبيبتي؟ هذا الصبح تحطيه على بشرتك وعلى تحت العين وعلى الوجه، ممكن يستعمل مرتين، يعني تخليه مرتين باليوم، ما عليه عشان ما يخرب عندنا. ممكن نستعمله مرتين، الصبح والظهر، الصبح والعصر، بين أوقات الصلاة. هذا كل يوم بالليل، أو ممكن تنامين بيه للصبح، أو ممكن شو بتسوين؟ بتخليه وبعد ساعة بتغسليه. هاي الطريقتين رائعات ورهيبات ضد التجاعيد، ضد شيخوخة الجلد، ببيض، بيزيل الحبوب، بيزيل البقع الداكنة. رائع وسهل وبسيط، وأتمنى أنه ينال رضا الجميع. أتمنى من عندكم أنكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.